بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مسقعة ولكن هنغير فيها. ازيكم ولعلكم بخير يا رب، اللهم امين. وتكون الناس كلها كويسه واللي خلص امتحانات خلصوا بالنجاح والتوفيق باذن الله. هنا حاطه بصلايه وهحط معلقه ثوم كبيره. البصله اتشوحت شويه وهحط معلقه ثوم كبيره، مش هحمر قوي. طبعا حطيت شويه ملح على البصل عشان ما تتحرقش. هشوحها شويه ونرجع. البصله بقى لونها ذهبي واتشوحت فيها التومه شويه، مش عايزه احمر قوي لان بتدي طعم مش حلو. وعندي توابل: ملح، كمون، رشه شطه كده صغيره، فلفل اسمر، كزبره. اول مره بحط لها التوابل دي. الشطه انا ما بحطش كتير لان بتتعبني جدا. سبحان مغير الاحوال، واحد كان بياكل فيها زمان بطريقه بشعه دلوقتي صعبه. هنقلبها تقليبه تبدا تطلع ريحه التوابل. وعندي شفشق طماطم مش هصفيه، ما بيتصفاش زي بتاع المحشي كده يعني. دي الصلصه بتاعت المسقعه. تمام، هنسيبها تستوي وانا مجهزه الحاجه. مقطعه البتنجان ورشه عليه الملح ومقطعه الفلفل ومقطعه بطاطسايه كبيره قوي و سايباهم في ميه. سايبه يعني البتنجان رشه ملح والباقي كله منقوع في ميه ومجهزاه وسايباه. لما بتجهزي حاجتك بتبقى الدنيا اسهل بالنسبه لك، يعني تجهزي الاول بتبقى تشتغل تبقى الدنيا سهله. هنسيبها تستوي وبعدين نشوف. اللون تحفه. وادي البطاطس. ليه بنحط الحاجات دي في النص؟ عشان لما تيجي تغرفي من اي جنب من الصينيه هتلاقي ان انت فيها كل حاجه. اول مره بصراحه يعني اعملها يكون اللون البتنجان حلو قوي كده وماسك نفسه، لان انا كده كده بديها غلوه واحده على البوتاجاز وبعد كده بدخلها الفرن. كده فرشناها بطاطس وحاطه انا دور تاني في البتاع، وهفرق كده الفلفل جواها. وكده فاضل لنا ان احنا نخلص شويه البتنجان الباقيين. ادي الجزء بيتقلي اهو، وادي اللي باقي لسه ما اتقلاش اللي احنا مبدرينه وركينه في الدقيق على اساس ان احنا بنحط منه. بحط بطلع. هاجي هنا بقى هحط معلقتين صلصه على دول برضو، وبعد كده بقى الصلصه يا باشا عشان احنا حطينا تحتيها. حطينا الصلصه تحت وادينا بنحطها في النص، وهنخلي الباقي نحطه على الوش وهينزل على اللي تحت برضه. النظام حلو، وكل ما بتعملي حاجه كل ما بتبدعي فيها. ايه المشكله انك تشوفي حاجه وعجبتك؟ يعني انا البتنجان في العادي لما بقليه بيبقى يا دوبك طالع يعني مرهرط كده طري قوي. هنا ما شاء الله بصي القطعه بقطعتها ماسكه نفسها، شويه الدقيق ماسكينها. فايه المشكله ان احنا نعملها كده؟ هيجرى لها ايه يعني؟ مش هتكلفنا حاجه. حوالي نص كوبايه دقيق اللي عملنا بيه. هنكمل مع بعض بصي يا حبيبتي البتنجان سامعه صوته وهو في الزيت حتى. شايفه اللون؟ شايفه في زيت بينزل؟ مفيش، يعني كل حين ومين لو نزلت نقطه مفيش. انا بس حبيت اوريكي، احب يعني لو حاجه عجبتني وشايفه انها كويسه هعملها، ومفيش مشكله ان الكل يستفيد منها. كلنا بنعرف نعمل. ايه المشكله ان انا اشوف حد استفيد منه او انتوا تستفيدوا مني او انا استفيد منكم؟ ايه رايكم في الصينيه؟ ايه رايكم؟ العين بتاكل قبل البق، يعني الحاجه لما يبقى شكلها حلو
هيبقى برضو طعمها حلو. هنا بقية الصلصة بحطها على الصينية، هنغطيها كلها بشوية الصلصة، وكده كده هي مع الغلوة هتنزل كلها تحت، فهتبقى ساقية كله. هننزل كل اللي فيها، هنحط على الحروف اكتر عشان لو في ميل ولا حاجة في الصينية. البوتاجاز عندي بيميل شوية فيبقى كله طبعا. وانا واقفة كل مواعيني غسلتها، مفيش غير الحلة اللي كانت فيها الصلصة. كل حاجة وانا واقفة في المطبخ اغسلها، ما بحبش اكوم مواعين. ادي كده اهيت خلصت. كل اللي هعمله ان انا هولع العين لمدة على ما يصلي الظهر. بصوا العين زي ايه؟ زي الشمعة، يا دوبك شمعة كده خفيفة، وهغطيها تاخد غلوة على ما يصلي الظهر. سوري انا اسفة معلش، انا بلوش كتير وانا بعمل الحاجة دي. كده الصينية اهيت، ومعلش الحامل وقع بالكاميرا. الصينية اهي، وهتاخد غلوة على نار هادية، على نار هادية اهي ماشي. على ما اصلي الظهر يا دوبك تكون هي خلصت، وهسيبها وارجع. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الصينية بعد ما خرجت من الفرن. عايزة اوريكم حاجة بس ظريفة. الاول لما كنا بنحط الصينية بيبقى فيه زيت كتير في الصينية. انا الصينية زي ما انتم شايفين، يعني ادي جدورها تحت اهي، مفيهاش ولا نقطة زيت. يعني ما شاء الله ما شاء الله. موضوع الدقيق فعلا، تبديرها بالدقيق بيخليها ما بتشربش زيت خالص. يلا الحمد لله، بارك الله فيما رزق. النهارده ده غدا النهارده، عشان احنا لسه مخلصين خضار وحاجات. فما صدقنا بقى كله طالع من رمضان عايز ياكل حاجات خفافي، وكمان الغلا، فبننوع في الاكل، مره اكله كده ومره اكله كده وهيمشي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، واللي تعجبه الوصفه يضرب لايك كده، اللايك ببلاش، واشتركي في قناتي يوصلك كل جديد. اتمنى تكوني معانا على طول او معانا، واتمنى ان انت تشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وشجعيني وتعلمي مني واتعلم منك، ولو محتاجه اي حاجه ان احنا نعملها ونعملها بالتفصيل الممل ان شاء الله من غير مقاطعه نعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الصينيه بعد ما خرجت من الفرن. عايزه اوريكم حاجه بس ظريفه. الاول لما كنا بنحط الصينيه بيبقى فيه زيت كتير في الصينيه. انا الصينيه زي ما انتم شايفين، يعني ادي جدورها تحت اهي، مفيهاش ولا نقطه زيت. يعني ما شاء الله ما شاء الله. موضوع الدقيق فعلا، تبديرها بالدقيق بيخليها ما بتشربش زيت خالص. يلا الحمد لله، بارك الله فيما رزق. النهارده ده غدا النهارده، عشان احنا لسه مخلصين خضار وحاجات. فما صدقنا بقى كله طالع من رمضان عايز ياكل حاجات خفافي، وكمان الغلا، فبننوع في الاكل، مره اكله كده ومره اكله كده وهيمشي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، واللي تعجبه الوصفه يضرب لايك كده، اللايك ببلاش، واشتركي في قناتي يوصلك كل جديد. اتمنى تكوني معانا على طول او معانا، واتمنى ان انت تشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وشجعيني وتعلمي مني واتعلم منك، ولو محتاجه اي حاجه ان احنا نعملها ونعملها بالتفصيل الممل ان شاء الله من غير مقاطعه نعملها.